المشكله هي هاي مشكله مو بس احنا، مشكله يعني منطقتنا كلها والعالم الاسلامي كله. لو دكتاتوريه تحفظ لك الامن، لو ديمقراطيه تؤدي لك الى هذا التشتت والتفلش. يعني الدكتاتور كان صدام، ما كان دكتاتور؟ من يحكي بلد امن ما حد يقدر يحك راسه، بس امن القبور مثل المقبره ما حد يقدر. بس راح صدام كل من طلع قرن وكلهم يردون يصيرون مكان صدام. صار عندنا 20 صدام شيعي على 30 صدام سني على 40 صدام كردي، تفكك البلد راح. واحنا نريد نقول نريد ديمقراطيه وامن، حريه وامن، مو حريه وفلتان، مو حريه وميليشيات، مو حريه وذبح، مو حريه وقتل، مو حريه وفساد ونهب الميزانيه. مشكله هاي الدول العربيه الامنه المستقره فيها دكتاتوريه. وانا اقول لك والله العظيم شنت ادعو للديمقراطيه بعد الويلات اللي شفتها الان. اتمنى يجينا في الدكتاتور مثل صدام، اول اقل يحافظ على دم الناس، يقتل هو ما يخالف. فد واحد قاتل ايام صدام كان بس هو يقتل، هسه 10,000 صدامك يقتلون ولا واحد هم يدري بيهم منو ليش، لا يعرف القتيل لما قتل.